بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي في الله، في هذه العجالة نتذاكر نحن وإياكم في أمور كثيرة تهمنا. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون من أجل الإنسان، وخلق الإنسان من أجل مقصد واحد. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة يا أحبتي في الله لك أنت الذي تتعبد فيها، ولكن فيه أعمال متعدية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام صورة وسيرة وسريرة. تعامله مع أصحابه، تعامله حتى مع الحيوان، تعامله مع الغير مسلم، وتعامله مع الجمال عليه الصلاة والسلام. لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: حسن الخلق يرتفع في ميزان العبد، وأدناكم مني منزل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لذلك يا أحبتي في الله، أعمال البر وأعمال الخير كثيرة ويسيرة وسهلة على من سهل الله سبحانه وتعالى. وأعظم شيء يا أحبتي في الله يوم القيامة في ميزان العبد ألا وهو ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: الذكر لا يعدله شيء، ولا الجهاد في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. في أعمال كثيرة نتناساها أو ننساها، كثير من الناس يفعلونها بعد الصلاة. وهذه أحبتي في الله عندما جاء فقراء المهاجرين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أهل الأموال وأهل الدثور يتصدقون ويعتقون، ونحن ليس لدينا شيء. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه سبقتم أهل الأموال وأهل الدثور؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتقولون لا إله إلا الله. بهذا تسبقون أصحاب الأموال. فلما سمع أصحاب الأموال أخذوا يفعلون ما يفعلون الفقراء، فرجعوا إلى الرسول قالوا: يا رسول الله، الأغنياء يعملون كما نعمل. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالسعيد يا أحبتي في الله الذي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. لأن الحياة الحقيقية يا أحبتي في الله ليست في هذه الدنيا بسيطة. أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل ما. وكما يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: أقبل عليه رجل قال: كم عمرك؟ قال: عمري 60 عاما. قال: من ذو 60 عاما وأنت ذاهب إلى الله، أن أحسنت في الآتي غفر الله لك الذي مضى. الإسلام يجب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد يا أحبتي في الله، كما قال النبي في الحديث الصحيح: يقول: الله أفرح بتوبة عبده كمثل أحدكم في فلاة مع دابة عليها كل شيء وشردت منه، فأيقن في الموت وجلس، ولكنه في لحظة رجعت له الدابة وإذا خطامها عند وجهه، فأمسك بها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ذلك يا أحبتي في الله النبي هو النبي عليه الصلاة والسلام مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر في المجلس الواحد. الصحابة يقول: نعد للنبي 70 استغفار: اللهم اغفر لي وتوب علي. فكيف نحن يا أحبتي في الله؟ فلذلك يا أحبتي في الله أوصيكم ونفسي المقصرة أنه نسابق، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماوات أعدت للمتقين. لذلك يا أحبتي في الله دائما نكثر من التسبيح والتهليل، وكذلك يا أحبتي يكون عندنا نسامح الناس، وكذلك يكون عندنا الصدقة. يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني حتى الكلمة الطيبة صدقة، حتى ابتسامة في وجهه بالمسلم صدقة، تصلح بين الأشخاص هم نفس الشيء صدقة. والمجال واسع، والحسنات مجانية يا أحبتي في الله. كذلك يا أحبتي في الله نحاول نبلغ جهد النبي عليه الصلاة والسلام. ترى يا أحبتي في الله الدعوة النصاب موجود،
عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ بلغوا عني ولو آية ولو حديث. كونك تأمر أخوك المسلم أنه يصلي أو عندهم أي شيء أو تقصير، هذه تعتبر دعوة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحاول نذكر أنفسنا ونحاول ونتعاون ونفشي السلام، كما قال عبد الله بن السلام عندما دخل المدينة قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون جنة ربكم بسلام. راوي عبد الله بن السلام. لذلك أحبتي في الله الإنسان يحاول في هذه الأيام، وأيامنا معدودة يا أحبتي في الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يزيد عمر الإنسان يجب عليه أن يزداد في الأعمال الخيرة، يكون كل يوم يومك أفضل من أمسك، لأن اليوم الذي راح لا يأتي إلا يوم القيامة. وأنت عمرك 3 أيام، يوم مضى الذي هو أمس، ويوم لم يأتي اللي هو غدا، واليوم الذي أنت فيه الذي لم يبقى منه إلا 4 أو 5 ساعات. لذلك يا أحبتي في الله وما تقدموا، تفكر في الآية، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله. ترى اللي تخليه أمك المال تجمعه كله وتتركه كله وتحاسب عنه كله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا والله صلى الله على حبيبنا محمد. ولا نريد أن نطيل عليكم، والله يجعلنا وإياكم نستمع إن شاء الله القول ويتبع الأحسن، وأن الله يغفر لنا ولوالدينا وجميع أخواننا المسلمين، ويجعلنا إن شاء الله تعاونين على البر والتقوى. والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.